النهاردة مفيش سبورة ومفيش قواعد جديدة، انت اللي هتحكم على نفسك. هل فهمت اللي فات؟ هنسمع مع بعض مقطع لناس اسبان بيعرفوا نفسهم في الشارع، وهنحلل كل كلمة قالوها بهندسة اللغة اللي اتعلمناها. ولو فهمت 50% بس من اللي هسمعهولك ده فأبشر، انت ماشي صح. Yo soy Sebastián. Yo me llamo Sebastián. Yo me llamo Alejandro. ركزوا في أول جملتين اتقالوا، Yo soy Sebastián ويو me llamo Alejandro. فاكرين لما قلنا اننا نقدر نعرف نفسنا بالطريقتين؟ اهو من نيتف بيستخدموا الاتنين عادي جدا. ¿De dónde eres? En Valencia vivo, yo vivo en Valencia. Yo soy de Colombia. Yo también soy de Colombia. هنا بقى طبقنا حلقة السر حرفيا. المذيع سأل de dónde eres؟ يعني انت منين؟ والرد كان yo soy de Valencia، يعني انا من فالنسيا. وحد تاني قال yo soy de Colombia، yo también de Colombia. شايفين؟ استخدم soy de زائد المكان، وده اللي شرحناه في حلقة الدكتور تحت بند الأوريخن. يعني لو عايز تقول انت منين، هي دي الطريقة اللي بيستخدمها أهل اللغة في الشارع. بس خدتوا بالكم من كلمة también اللي الولد قالها؟ كلمة también يعني أيضا. لما تحب تقول وانا كمان هتقول yo también، ودي كلمة هتستخدمها كتير في حياتك اليومية. طب اسمعوا بقى لما سألهم عن السن. ¿Cuántos años tienes? Tengo 54 años. Yo tengo 25. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes؟ والرد كان tengo 54 años ويو tengo 25. خدتوا بالكم انه ما قالش soy؟ في الاسباني السن بنملكه مش بنكونه. يعني انا عندي 25 سنة مش اكون 25 سنة. الارقام وفعل الملكية هناخدهم في الحلقات الجاية، بس انا عايزاك تعرف التركة دي من دلوقتي عشان لما نيجي ناخدها تلاقيها سهلة. Hi. Hola. Hola. Me llama America. Soy de Sam. ¿Quieres decir me llamo Sam? ¿Te llamas Sam? No, me llamo Ana. Ah, me llama Ana. No. Quiere decir, me llamo Sam, soy americano. ¿Tú eres americana? Oh, entra. شفتوا سوء التفاهم ده؟ سام هنا بيعمل كل حاجة بيقع فيها المبتدئ في أول يوم. هو كان عايز يعرف نفسه بس دخل الاسم في الجنسية وعمل سلطة وقال me llamo أمريكا، يعني أنا اسمي أمريكا، وسوي دي سام، يعني أنا من سام. البنات استغربوا طبعا وحاولوا يصلحوا له. واحدة فيهم قالت كيريس ديثير من يامو سام، يعني قصدك تقول اسمي سام؟ لكن سام بكل براءة افتكر هما اللي بيعرفوا نفسهم، وراح سألها بفضول تياما سام، يعني انت اسمك سام؟ لدرجة انهم زهقوا في الاخر ودخلوه عشان يخلصوا من الموال ده. شفتوا سوء التفاهم ده حصل ليه؟ عشان سام لسه بيتلخبط بين يو سوي وتو إريس ودخل الاسم في مكان المنشأ، بس في الاخر البنت التانية لخصت اللي كان المفروض يقوله بالظبط وقالت من يامو سام يسوي امريكانو، يعني انا اسمي سام وانا من امريكا. عادي جدا تغلط في الاول وتبقى سام في نفسك، المهم انك بتتعلم من الغلط ده وودنك بدأت تميز الصح من العكس. ورشة النهارده اثبتت لك ان اللي اتعلمناه في الحلقات اللي فاتت هو ده اللي بيتكلموا بيه الاسبان في الشارع وفي المسلسلات. لو ودنك لقطت النهارده ولو جملة واحدة فانت فعلا بدأت تسيطر على اللغة. وعشان نثبت المعلومة اكتر واجب النهارده مختلف. عايزاك تدخل على اليوتيوب ابحث عن اي مقطع لشخص اسباني بيعرف نفسه، وممكن تكتب بريسنتاسيون بيرسونال واسمع بتركيز وتعالى قولي في الكومنتات لقطت ايه. مستنية اشوف اكتشافاتكم في الكومنتات. اشوفكم الحلقة الجاية في درس جديد. اديوس.